يا مساء الفل على عينكم يا حلوين، عاملين ايه يا حبايبي وصحابي؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. تعالوا النهارده هعمل لكم حاجه حلوه قوي قوي هتعجبكم. هي بصراحه عجبتني وعجبت ولادي. انا طبعا من الوقت للتاني معوداكم ان انا بحب اعمل حاجات كده نفطر بيها، لو حابه تفطري فطار خفيف او لو حابه تتعشي كده حاجه خفيفه. تعالي معايا اقولك على المكونات بتاعتنا النهارده، حاجات كده سهله وبسيطه مش مكلفه وموجوده عندنا في البيت، يعني مش هنكلفك حاجه. تعالي معايا اقولك مكوناتي. انا عندي هنا هي دول معلقتين نشا، نص كوبايه ميه، كوبايه ميه عاديه مش سخنه ولا حاجه، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه سكر. مكوناتنا خفيفه خالص. ومعانا 3 كوبايات دقيق. طبعا المكونات بتاعتك لازم تكون كلها بنفس الكوبايه او نفس المج اللي بتعملي بيه ايا كان حجمه. اهم حاجه ان كل حاجه تكون بنفس الكوبايه. انا عندي الكوبايه دي مختلفه شويه بس هي بنفس المعيار بتاع الكوبايه التانية. ومعايا كمان كيس فروتي بالبرتقال، ممكن تجيبيه باي نكهه انت عايزاها، وكيس فانيليا، وكيس محسن كيك اللي هو البيكنج باودر ده. انت ممكن كيس الفروتي ده تجيبيه باي طعم انت عايزاه، برتقال، مانجا، فراوله، اللي يريحك يعني. بس انا جبت البرتقال لانه طعمه حلو كده وخفيف. تعالوا معانا بقى نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه بالمكونات بتاعتنا. انا هنا جبت الشفشق بتاع الخلاط بتاعي علشان هبتدي انزل فيه بالمكونات. انا نزلت الاول بنص كوبايه السكر، وبعدين هنزل بالميه. احنا طبعا هنحط مكوناتنا السايله كلها مع بعض، وبعدين نص كوبايه الزيت. يبقى احنا نزلنا بالسكر والميه والزيت. ودلوقتي هحط بقى كيس الفروتي بتاعي. انت ممكن تجيبي تانك بس هو اللي كان موجود عندي انا حطيته يعني. هحط بقى كيس الفروتي دوت. عايزه اقول لكم طعمه كان حلو جدا وكان مدي نكهه حلوه قوي. نحط بقى كيس الفانيليا. احنا مش هنستخدم بقى ولا بيض ولا سمنه ولا الكلام ده خالص، مكوناتنا بسيطه خالص ما فيهاش اي حاجه. دلوقتي بقى هنضرب المكونات دي في الخلاط كويس جدا، وبعدين هنصبها بقى في البوله دي عشان ننزل عليها بالدقيق. انا ضربت مكوناتي، شايفين اللون؟ كيس الفروتي كمان ادى لون جميل، شايفين؟ لسه بقى لما هننزل عليها بالدقيق بتاعنا ونعمل عجينه، العجينه لونها هيبقى جميل وتحفه وهتعجبكم قوي. دلوقتي بقى هندخل بس المعلقتين النشا بتوعي علشان لو فيها اي تكتلات او حاجة او خشنة. وبعدين هندخل برضو كيس البيكنج باودر. انا هاخد منه بمقدار معلقة، يعني انا مش هحط كله، انا هحط معلقة كده كبيرة بس زي معلقة الاكل كده. ودلوقتي هبتدي برضو ادخل الدقيق بتاعي. انت تقدري تدخلي دقيق وتبقي مجهزاه، بس انا حبيت اوريكم المكونات كده في الاول وامشي معاكم خطوة بخطوة علشان تشوفوا الايه المقادير بتاعتي. زي ما انتوا شايفين انا ابتديت اقلب اهوت، مش هحط الكوبايه التالتة غير لما اقلب دي واشوف، علشان ممكن كميه الدقيق بتاعتي، في دقيق بيشرب سوائل كتير فممكن ابقى محتاجه ان انا ازود الكوبايه التالتة. في دقيق ما بيحتاجش سوائل كتير فما بقاش محتاجه ان انا ازود. فتنزلي بالدقيق تدريجي كده لغايه ما تشوفي الدقيق بتاعك هيشرب كميه السوائل وتحتاجي دقيق تاني ولا لا. طبعا ما تنسيش اللايك والشير وكومنتاتك الحلوه عشان تقولي لي رايك في ايه في الفيديو بتاعي النهارده. ولو انتي اول مرة بقى تشوفي القناة ما تنسيش بقى تفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. انا هنا عجنت العجينة بتاعتي، شايفين بقت عاملة ازاي؟ متماسكة وجميلة، شايفين لونها؟ انا عايزة اقول لكم كلكم ولونكم تاني ولسه بقى الطعم جميلة. انا بقى هفرد العجينة بتاعتي كده. انا حطيت الكيس الشفاف دوت عشان العجينة ما تلزقش في البتاعة بتاعتي اللي بفرد بيها. هموت واعرف اسمها يا بنات والله. بجد نفسي اسال حد على اسمها، لو حد يعرف اسم البتاعه دي يقول لي. زي ما انتوا شايفين انا هفرد العجينه. اهم حاجه السمك بتاعها ما يبقاش تخين، انا عايزاه ما يبقاش رقيق ولا تخين، يكون حلو كده في المتوسط علشان ما يتحرقش مني لما اجي اسويه. شايفين العجينه عامله ازاي؟ اتفردت معايا ما شققتش، لونها جميل ازاي. انا هبتدي دلوقتي اسوي العجينه. انا عايزاها تكون مربعة او مستطيلة، يعني على الاقل تكون الحروف بتاعتها متساوية زي بعض. عايزة اقول لكم انا من وقت للتاني بحب اعمل الحاجات دي لولادي، على اساس ممكن نقوم الصبح مثلا ملناش مزاج نفطر فطار تقيل، فنعمل بقى كوباية شاي كوباية لبن ونسقي فيها كده ونفطر. فبصراحة بتعجب الولاد قوي، وخصوصا بقى لو جوزي قاعد اجازة ساعات ما بيحبش يفطر،
بيبقى عايز حاجة خفيفة، قرصة كده صغيرة جنب الشاي، بسكوتة، كيكاية، حتة كيكة كده مع كوباية شاي. فبصراحة من وقت للتاني بحب اعمل الحاجات دي. اولا طريقتها سهلة، مكوناتها بسيطة، مش بتكلفني فلوس كتير ومش بتحتاج مني حاجة كتير. زي ما انتوا شايفين انا فردت العجينة وسويتها وقطعتها مكعبات كده، بصوا بس كبيرة شوية. وهبتدي اخرمها كده بالشوكة بالخلة، اي حاجة عندك خرمي بيها كده. انا مش عايزاها تنفش معايا في الفرن، فهخرمها كده اديها شكل، وفي نفس الوقت عشان ما تنفش معايا في الفرن انا عايزاها تفضل بنفس السمك اللي انا عاملاه دوت. شايفين لونها عامل ازاي وشكلها جميل قوي. عايزه اقول لكم طعمها كمان كان جميل وعجبت ولادي جدا. انا هنا خلاص جبت الصاج بتاعي، دهنته كده زيت، ورصيت بقى القطع بتاعتي ديت. زي ما انتوا شايفين انا كمان عملت منها طويل، يعني عملت شوية كده مربعات وشوية عملتهم طويل كده. ليه بقى؟ علشان دوت زي بسكوت الشاي كده، هو بسكوت شاي اصلا بس من غير بيض ومن غير سمنة. طعمه جميل، تقدري تحتفظي بيه اطول فترة ممكنة يعني. شايفين بعد ما دخل الفرن، انا طبعا دخلته في الفرن على درجة حرارة 180 10 دقايق بالظبط. شغلي فوق وتحت وسيبيه 10 دقايق بالظبط. شايفين لونه عامل ازاي؟ كان جميل وحلو قوي. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف عليكم وطريقتي تكون حلوه. وزي ما قلت لك تقدري تحتفظي بيه وقت طويل، لانه ما فيهوش بيض فبيقعد معاكي وقت. الا بقى لو ولادك بالهنا والشفا ما كلوهوش في نفس اليوم، لان انا ما بيقعدش عندي، ممكن يقعد يوم بس، هنفطر وتاني يوم نفطر منه وخلاص. شايفين دايب وحلو ازاي؟ مش محتاج اي حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب الطريقه النهارده تكون عجبتكم. انا بحب فيديوهاتي تكون خفيفه، ما بحبش اطول عليكم في الفيديوهات الا بقى فيديوهات الروتينات. يا رب الفيديو النهارده يكون جميل. ما تنسيش بقى اللايك والشير، ومع السلامه يا جميله، وقابلك ان شاء الله في الفيديو الجاي. تصبحوا على خير.